السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم كيفية صنع صلصة البيتزا. لهذه الكيفية نحتاج إلى فص من الثوم القليل من زيت الزيتون وفلفل حار، وإلى ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم. بعدها نضيف القليل من الماء ونمزج الجميع ونتركها على نار هادئة. أنا أنصح بإضافة القليل فقط من الملح، لأن بعد إضافة الجبن وخاصة التشيدر هذا الأخير يحتوي على كميات كبيرة من الملح، فلا داعي إلى إضافة الكثير من الملح. هذه الطريقة تأخذ فقط مدة دقيقتين على النار، هي سريعة جدا. فنترك الجميع حتى تصبح الصلصة كثيفة بهذا الشكل، ثم نطفئ النار ونضيف الأعشاب المنسمة. أنا استعملت الزعتر، يمكن أيضا استعمال الريحان. لاحظوا القوام بهذا الشكل. هذه الطريقة كافية لتغطية قرصين من البيتزا بالحجم المتوسط. أنا صراحة أستعملها مباشرة بعد إعدادها، ويمكن حتى الاستغناء عن استعمال النار نهائيا واستخدامها باردة. أتمنى أن تكون هذه الوصفة قد نالت إعجابكم. الرجاء الاشتراك بقناتي لكي يصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله.